برلين بتحكي عربي مع حبيبنا ابو شادي. هاي السيجاره اللي زتيتها هسه شو لا 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 والله مستعد ابيع كل حاجه عشان المقلوبه. كأنه الواحد ما صايم ملبس على لوز. فيش اليوم شو في؟ ركز معي اليوم شو في على الافطار؟ والله عم تفكر بالاعتزال. اكيد للعام للعام. قلت بس تفاضل انا شايفك بهذا العام احسن من هذاك العام. منساه آه. خلص اخر الشهر. طيب اخر الشهر على اول متابعينا الكرام وسعدتم مساء. ابو شادي بحييكم من قلب الزنقله من شارع العرب في برلين. اليوم عندنا حلقه خاصه من حلقات برنامج المسابقات الرمضاني الشعبي الاول. اربح معنا على منصات برلين بتحكي عربي، واليوم بضيافه ملحمه يوسف، ومعانا حلقه نار، حلقه مثيره. واذا جاهز يا استاذ عبد انطلق. بنفتتح المسابقة إن شاء الله مع المتسابق الأول. نتعرف عليك حاج. أحمد محسن، فلسطيني من سوريا، من منطقة اسمها دوما بحد الشام. حد دوما دمشق. يعني ريف دمشق. ريف دمشق، عاصمة الريف دوما، عاصمة الريف. مش كان العقيد أبو حسن بدوما؟ اللي كان يحضر باب الحارة يحكي لنا وين العقيد أبو حسن كان. كيف رمضان شايف لي إياه؟ والله تمام الحمد لله. كيف أجواء برلين؟ سنة رمضان يعني كأنه الواحد ما صايم. ملبس على لوز. فيش بتقوم بتصحى بتعمل لك شوي بصير الافطار. ما في مجال لانه يصير في ملل الواحد يعني. اليوم شو في على الافطار يا حاج؟ شايفك عند ملحمة يوسف، شو جاي تاخذ؟ والله ملحمة يوسف بالتشكيله بيجي الواحد مش بياخذ نوعيه معينه، بياخذ دجاج، بياخذ لحمه، بياخذ ليه، بياخذ. اليوم شو في؟ ركز معي اليوم شو في على الافطار؟ اليوم ان شاء الله موعودين بكبسه تعمل لنا عجاج، غالبا على دجاج يعني. نعمة كريم بس ما لناش بالدجاج، احنا كنا حابين نروح معه للحج. بس بما انه اول متسابق بنشوف الخير لقدام بعد مطولين. السؤال يقول: ما هي اركان الصيام؟ بما انه احنا هلا عم نصوم وشهر رمضان، شو أركان الصيام؟ الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، وفي ركن كمان أساسي، هم اثنين، أنت جبت أول واحد الثاني اللي هو إحنا أول قبل ما يجي شهر رمضان شو بنعمل؟ النية يا عين عليك. وبتربح معنا جائزة مقدمة من ملحمة يوسف. كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. بالتوفيق لكم لملحمة يوسف، وبيستمر على الطريقة اللي هو ماشي فيها، واللحمة اللي عنده تشابه كتير اللحمة اللي عندنا البلد. إحنا منطقتنا بسوريا مشهورة باللحم. مستمرين في برنامجنا لهذه الليلة وحلقة جميلة جدا من شارع العرب من ملحمة يوسف. أجواء حماسية ومعاي شخص حماسي وثوري وملتهب. أبو مراد، كل عام وأنت بخير، رمضان كريم. وأنتم بخير ونعاد علينا وعليك بالصحة والعافية ورمضان كريم. رمضان كريم. أنا بالموسم السادس حاليا، وأخيرا لقطناك يعني هذا الموسم السادس. وأخونا أبو مراد صديق وحبيب. عرف بس المشاهدين عليك. أسامة عرسان خليل، فلسطيني من لبنان، من مخيم برج الشمالي سور. أنا فلسطيني من لوبي قضاء طبرية. تحية للوبي وتحية لطبرية وتحية لكل فلسطين وتحية للبلاد. أول دي جي في برلين؟ أنا بدك تقول أول دي جي في برلين. سابقا اعتزلت ولا بعدك؟ عم تفكر بالاعتزال. أبو مراد من أول يعني بدناش عشان ما نظلم الشباب كل أصحابنا، بس من المؤسسين الدي جي في برلين يعني. هو من دخل الدي جي هو أخوه هشام خليل. نوجه له تحية لحبيبنا هشام. رمضاننا اليوم إن شاء الله شو في عنا على الإفطار؟ والله في عنا طبخة فلسطينية مشهورة يعني معروف اليوم، هي طبخة المقلوبة. يا عين عليك. هذه المقلوبة الفلسطينية دائما يعني يا أخي هاي أكلناها كل يعني الاحترام والتقدير، مع إنه عجاج، بس هاي أقسم بالله مستعد أبيع كل حاجة عشان المقلوبة. طيب على ذكر المقلوبة والمسخن، شو رأيك بتطور الجالية العربية؟ محلات، مطاعم، انتم كمان كعاملين يعني انت بتشتغل بمهنه كمان يعني الاعراس كان شغلكم بالنسبه يعني زياده العرب اكيد فتح لكم سوق جديد ولا لا؟ طبعا وزياده العرب وزياده المهاجرين اللي وصلوا على برلين ازدادت افتتاح جديد، وبعدين شارع العرب عندك ازدهر كثير والمحلات كثرت والاسواق كثرت، صرنا نحس برمضان اكثر عن زمان. رمضان اكثر كانك تحس يعني في بلدك انت. هو رمضان يعني شوف الزينه، شوف الاغاني، شوف
المحلات هون. ابو مراد انت صار لك معروفين. 30 بالبلد 30 سنه؟ صار لي 30 سنه انا من سنه 1995. 30 سنه انا وياه، انا جيت بعده بشوي واحنا بنعرف بعض تقريبا من 26 سنه، بس انا بعدني شباب وهو ختر. ليش تسالوني ليش؟ ابو مراد نفوت باسئله برنامجنا. سؤال خفيف وبسيط، بقول لك ما هي الغزوة التي حدثت في رمضان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قام بغزوة في رمضان. إذا ما عارف بعطيك احتمالات. هذا نعطينا احتمالات. هل غزوة أحد، أم هل غزوة بدر، أم هل غزوة الحديبية؟ لا، غزوة بدر. غزوة بدر. أحسنت، غزوة بدر هي الإجابة الصحيحة، وبتربح معنا جائزة مقدمة من ملحمة يوسف. كل عام وانت بألف خير، وينعاد علينا وعليك بالصحة والعافية، وتحيتنا كبيرة لبرلين بتحكي عربي. الله يسعدك. لحبيب قلبنا أبو شادي، بنوجه حبيبي لك وسلام. التحية، بنقول له برلين بتحكي عربي مع حبيبنا أبو شادي. مستمرين في برنامجنا لهذه الليلة، ومعي أحد داعمين البرنامج من السنة الأولى، أخونا يوسف أبو الهيجة أبو حسن، صاحب ملحمة يوسف. كل عام وانت بخير أبو حسن. بخير حبيبي أبو شادي، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. آمين، رمضان كريم. الله يبارك فيك يا رب. احنا بنشوفك دائما من السنة للسنة، أكيد من العام للعام. قل بس التفاضل أنا والله شايفك بهذا العام أحسن من هذاك العام. شو الوضع؟ هات لنشوف، حدث سمعنا والله أخبارك. الحمد لله يعني احنا بشغلنا بتعرف يعني دائما مستمرين والحمد لله، وزبايننا عندنا ثابتة، الأمور جيدة؟ الأمور جيدة والحمد لله. الأشغال تمام؟ الحمد لله، نعم وفضل من الله. عامل جوائز، قالوا لي أول 10 أيام من رمضان عاملين 100 يورو. أيوة، واللي- أول 10 100 يورو، ثاني 10 أيام عاملين 125 يورو، وآخر 10 أيام رحلة عمره إن شاء الله. الله إن شاء الله في ميزان حسناتك. وشروط الدخول بالمسابقة؟ بس الزباين يعني بيشتري ب 50 يورو، احنا عاملينها بس مشان ما يجينا يعني اي واحد بده يصير يسحب، بس للزباين يعني لفتة كريمة منك لزباينك. بالضبط. يعني زبايننا واقفين معنا سنين وما بدوا حدا عنا وبيجوا لعنا، حتى لو اشتروا شغلات ثانيه من برا اللحمه خلص من عند يوسف، معروف اللحم من عند يوسف. سيدي إن شاء الله في ميزان حسناتك. الله يبارك فيك يا رب. شو اليوم في على الإفطار؟ هات نشوف شو سمعنا. والله اليوم يا معلم بدنا نعمل لك، شو بدنا نعمل لك ابو شادي اليوم؟ لا مش انتوا شو عاملين؟ احنا بناكل مقلوبه سوق. مقلوبه معلم. كمان مقلوبة؟ مقلوبه كله عجاج يا معلم، واحنا عند اللحامين يعني. لا بنعمل لك اياها، بنعمل صيد كفته معها، بنعمل لك كم شغله. امتى في منسف؟ منسف؟ خلص اخر الشهر. طيب اخر الشهر؟ مع العمره. لا مش اخر شهر رمضان، اخر شهر 2. نسألك سؤال هيك على البيعة. يلا بنسألك سؤال خفيف نظيف. بقول لك ما كفارة الذي يفطر عمدا؟ واحد افطر عمدا، وشو هو الكفارة اللي لازم يعملها؟ والله هذا سؤال قوي. عقابه عظيم عند الله يعني. خلاص بشتري له كيلو لحمه معلم مش حاله. كمان بيصير بيجي باخذ من عندك كيلو لحمة. بس هو شو هي كفارة اللي بيفطر عمدا؟ طعام 60 مسكين. اطعام 60 مسكين او صوم شهرين متتاليين. وبتربح معنا جائزة مقدمة من ملحمة يوسف. لا والله نربحها للزبائن. حبيبي ابو حسن، كل عام وانت بخير، رمضان كريم. مستمرين في حلقتنا لهذه الليله، ومعاي متسابق جديد نتعرف عليه. السلام عليكم، كل عام وانت بخير، رمضان كريم. وانت بخير، تنعاد عليك بالصحة والعافية يا رب. حي الله من جالنا. حياك الله يا ابو عرفنا شادي. بحالك. حمود القاسم ابو عبده من عرب الهيب. يا حي الله، حياك. تحياتي لحبايبي عرب الهيب. حياك فردا ونفرا، ومش رح نذكر اسماء عشان الكل بعدين بيزعل، صح ولا لا؟ صحيح. كيف رمضانك؟ كيف والله الصيام؟ الحمد لله، لا عطش ولا جوع. كله الحمد تمام. لله، كله بس تمام. دخان. لا ولا دخان، حتى ندخن والله دخن. هاي السيجاره اللي زتيتها هسه شو؟ لا والله ما هاي فضيها. هاي سيجاره بس لا شفافه. سبحان الله يعني الانسان حبيبنا يكون بعض. النية اهم شيء. شو في افطارنا اليوم؟ والله على منسف منسف سموه اردني طبعا، انا فلسطيني. منسف فلسطيني. البيت مش بعيد من هون. لا مو بعيد جاء انت وراك شيء؟ والله ما تشرف. بعرف بضل اليوم. ومو بس منسف، عندي قهوة مرة كمان. البيض واهل الكرم والجود يا معلم. حياك الله. كيف لقي لي برلين؟ برلين احنا عالم. مبسوط؟ الحمد لله. الوضع جيد. غش الله. طب عبد الله عندي سؤال رح يكون بسيط جدا. ان شاء الله نقدر. بقول لك شو هي زكاة الفطرة؟ زكاة الفطر يعني تزكي عن صيامك. يا عيني عليك. طب هي ليش بندفعها احنا؟ ممكن تعرف؟ للفقراء، هو اول شيء للفقراء، الناس المحتاجه اللي ما عندها مصاري تصل فيهم العيد. وليش احنا ندفعها؟ احنا فرض لازم ندفعها زكاة عشان نحس بالفقير يوم العيد. هلا هي انت احسنت، الاجابه صحيحه. هي زكاه تدفع عن الصيام تبعنا لتطهير الصائم. تربح معنا جائزه يا سيدي مقدمه من ملحمه يوسف. كل عام وانت وانت بخير. بخير، تنعاد عليك بالصحه والام المسلمين جميعا. مستمرين في برنامجنا لهذه الليله من الحلقه المخصصه لملحمه يوسف. معنا اخ جديد نتعرف عليه، محمد زبلات، فلسطيني من لبنان، أهلا مخيم وسهلا. عين الحلوة. تحياتنا العين الحلوه، حبايبنا اللزل وبيت زبيدات. فردا ونفرا. كيف صيامك؟ والله الحمد لله أسهل شهر. اسهل شهر. شو اليوم في على الافطار ان شاء الله؟ والله كبة وبطاطا وفتوش حلو. وملوخية حلو عروض مغريه.
البيت بعيد؟ اهلا وسهلا هون قريب. قريب وراكش انت؟ حبيبي الله يسلم من البيت واصحابه. شو عامل بالبلد؟ شو بتشتغل؟ شو بتسوي؟ والله بشتغل بصالون حلاقه عن محمود زبدات ابن عمي. تحياتنا لمحمود حبيبي وصاحبي واخوي وصديقي. السؤال اللي بيطرح نفسه، غربه بقول لك الغربه تربه، مزبوطة هاي المقولة؟ 100%. شو ضريبتنا احنا بهاي الغربة؟ في عالم كتير بتفرجوا علينا بتعطيك شيء وبتاخذ منك شيء، يعني بتاخذ منك صحتك، بتاخذ منك غربتك عن اهلك، يعني انا لي 10 سنين هون. هلا العالم اللي برا بيشوفونا بقول لك هو اللي عايش مبسوطين بيعرف شو المعاناة اللي احنا بنعانيها. يا سيدي ان شاء الله بجاه هاي الايام الفضيلة يفرجها عليك وعلى جميع الشباب والعائلات. آمين ويلم الشمل يا رب. بدي اسالك سؤال وخلينا هيك نفوت باجواء الفرح. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ مش بكتب بس ما بيعرف يقرأ. شو هو؟ الكمبيوتر. الكمبيوتر يعني قريب على الكمبيوتر. خلينا بالكتاب اليدوي. القلم. أحسنت، القلم هو الذي يكتب ولا يقرأ. وبتربح معي جائزة مقدمة من ملحمة يوسف، قسيمة شرائية من ملحمة يوسف. نشكرهم على دعم البرنامج للسنة السادسة على التوالي. حبيبي كل عام وانت بألف خير، وإن شاء الله صيام مقبول ذم مغفور. مستمرين في برنامجنا لهذه الليلة من ملحمة يوسف. معنا أخ جديد نتعرف عليه، نور حجار. نور حجار. من وين يا نور؟ من سوريا، حلب. من سوريا حلب. تحياتي لحلب، حبايبي الحلبية. بقول لك أهل حلب أهل المحاشي والكبر. إهلك ذبحتوني برمضان من كتر ما طلع معي حلبية. الله يسعدك. حلب مشهورة كمان بالتجارة، مشهورة بالثقافة، مشهورة بالتاريخ القديم، صح ولا لا؟ صحيح. يعني مش بس محاشي وكبب يعني، مش بس أكل وصباح فخري. شو قد إيه لك بألمانيا؟ صار لي من 2016. 2016، 10 سنوات. شو بتشتغل؟ بشتغل بتسشبان وبميشانيكا. زي جود. شركة ألمانية؟ طبعا. طب عظيم جدا. شو بدك تحلينا بهاي المناسبة الجميلة بما انه تجنست؟ لعيونك. خلاص انت تحلايتك علينا يا سيدي. الله يسعدك يا رب. شو بتوجه رسالة للشباب؟ يشتغلوا، يلتزموا بأوراقهم، لا حدا يشتغل يقول لك روح يمين يسار وهالحلقات. التزم بدينك. يبعد عن النسوان. التزم بدينك والتزم بالحلال. هاي النسوان، مخدرات، هالشغلات كلها يعني اخرتها عاطله. احسن. بتضرك. كيف اجواء رمضان معك؟ والله الحمد لله رب العالمين عال. سهل جدا. والله اسهل من 2018. شو افطرنا اليوم؟ والله كباب بانجان. كباب بانجان مسقسق يا معلم ومنان. احنا اليوم عنده لك ميت السلامة. الله يسلمك. ميت السلامة يا حمامي. نفوت بأسئلة برنامجنا ان شاء الله. نسألك سؤال راح يكون السؤال يا سيدي الفاضل يقول: ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ الباب المفتوح. يا عيني عليك، يا عيني لماح. الباب المفتوح. وبتربح معنا جائزة مقدمة من ملحمة يوسف. بنشكر ملحمة يوسف على دعم البرنامج، قسيمة شرائية. كل عام وانت بالف خير. انت بالف خير ورمضان كريم علينا وعليكم. والكباب البانجان ان شاء الله اليوم بنجيب السلام. الحلو وبنيجي. مستمرين في برنامجنا لهذه الليله ومعي ضيف جديد ان شاء الله بدنا نتعرف عليه. اهلا وسهلا، اسمي عبد القادر يحيى. اهلا وسهلا. انا اصل ماردين بس عايشين بسوريا نحن. والله والنعم. كل عام وانت بخير، رمضان الله كريم. الله عليك وعليكم منك يا رب. من وين من سوريا؟ نحن من شرق سوريا، نحن من عموده. من عموده. أهلا. كل المحبه لحبايبنا في عموده وما حول عموده. الله يسلمك. قد ايش صار لك بالبلد؟ صار لي بال 2014. بال 2014. وزبون ملحمة يوسف؟ ايه بيجي عند. كيف اللحمه؟ والله الحمد لله، والله اللحمه غير شكل يعني. بيسلخ قبل ما بذبح ولا بذبح بعد ما يسلخ؟ سلخت قبل ما اذبح. شو رايك باجواء رمضان؟ هلا ما شاء الله احنا هلا بالملحمه مليانه احلى من هيك ما في. شو بتشتغل؟ على التاكسي. على التاكسي. أيه. ان شاء الله بدنا توصيل اليوم بعد ان شاء الله. اهلا وسهلا. معنا سؤال بسيط. ان شاء الله بتربح معنا جائزه، بس قبل ما اسالك السؤال بدي اسالك شو الافطار اليوم؟ الافطار اليوم شوربه عدس ومع برغل بلحمه هيك، ومع هيك طاوة مع سلطات. ممتاز. في البيت بعيد ولا قريب؟ لا هون بالجلازة شراسي عنا يكون. نفوت بالبرنامج؟ اهلا وسهلا، تفضل. بقول لك شو حكم صيام رمضان؟ صيام رمضان هل هو فرض؟ هل هو سنة؟ هل هو شو؟ هلا هو أركان من الإسلام. يعني هو فرض ولا سنة ولا واجب ولا شو؟ لا هو فرض. فرض أحسن. لا. مين ممكن يعني نسمح له انه يفطر وما يصوم؟ مين الذي يجوز له هلا لا حرج على المريض يعني او على السفر اللي بده يسافر. أحسنت. او المريض هاي. احسنت. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
إجابتك صحيحة 100%، وبتربح معنا جائزة مقدمة من ملحمة يوسف قسيمة شرائية. نشكر ملحمة يوسف على دعم البرنامج. كل عام وانت بخير. شكرا على البرنامج الحلو وتشرفنا موجود وبيت بيتك. اهلا وسهلا، انت ضيف عزيز. الله يعزك. مستمرين في برنامجنا لهذه الليلة ومعي أخت كريمة أنا نتعرف عليها. أنا أمل بدر أم موسى، سكان برلين النويكال. أهلا وسهلا. من وين أنت يا موسى؟ فلسطينية من الأردن. والنعم، تحياتنا للأردن وأهل الأردن ولفلسطين وأهل فلسطين. من وين سكان وين بالأردن؟ سكان عمان. شو الأكلات المشهورة عندكم بالأردن؟ طبعا على رأسها من المنسف الأردني. معجمة كركي؟ طبعا. كيفك بالمنسف؟ أكيد نمرة 1. طب إمتى بدنا ناكل المنسف عشان نحكم؟ والله تفضل يعني. الله يهمك أبو شادي. الله يسعدك. شو الحلو دائما في رمضان؟ القطايف، سلطان الحلويات القطايف في رمضان. جوز وقشطة وجبنة. شو اليوم احنا فطورنا إن شاء الله؟ فطورنا اليوم كفتة من عند يوسف. يا ستي بالطحينية إن شاء الله. صحة وانا لا جاي. طيبة. إلك كم من سنة بالبلد؟ 27 سنة. 27 سنة. كيف لقيت لي البلد خلال هال 27 سنة؟ والله الحمد لله رب العالمين كثير الحمد لله. بالنسبة لجالية عربية الحمد لله رب العالمين كل شيء صار موجود. اعطينا نصيحة للأمهات الشابات كيف يديروا بالهم مع أولادهم. يعني هم احنا بنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ببلاد اوروبا هنا المسلم كالقابض على الجمر. بس انا من كأب كمان المتابعه هذا لازم يعني يكون لازم كمان من الحضانه كمان. طيب عندي سؤال ان شاء الله راح يكون بسيط. السؤال بيقول ما الدليل على فرضيه الصيام؟ احنا بنصوم، شو الدليل على فرضيه الصيام؟ ما أول إشي الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة. جميل. والدليل الثاني والقاطع ذكره في القرآن الكريم في سورة البقرة آية 128. شو هي الجزء الثاني. شو الآية؟ كتب عليكم الصيام كما يعني كتب على الذين من قبلكم. إجابة ممتازة وصريحة. تربحي معنا جائزة عبارة عن قرآن صغير هيك بتحطيه هيك بجوا. أحلى هدية. هذا راح تستلمي إن شاء الله بعد 9 سنين إن شاء الله. لأنه بالطباعة بتعرفي بده وقت. بس هسه بدنا نرفعك من عند أخونا يوسف، ملحمة يوسف. نشكرهم على دعم البرنامج السنة السادسة على التوالي. أهلا وسهلا. قسيمة شرائية من ملحمة يوسف. شكرا جزيلا أبو الحسن، بارك الله فيك. الكفتة اليوم على حساب يوسف. الكفتة اليوم على حساب أبو الحسن. يلا مستمرين في برنامجنا هذه الليلة ومعي أحد المتسابقين الأوفياء للبرنامج. كل سنة بيطلع معي حالف يمين ما يتركني أبدا. طب عرف المشاهدين عليك. اسمي بهاء الحوراني من درعا. للعام السادس على التوالي مع زي الداعمين السنة السادسة على التوالي. هلا جديدك عن السنة الماضية؟ جديدي؟ شو جديدك من السنة الماضية؟ لما لقيتك قلت لي كنت تعمل B1. ايوه حسب إذا ذكرتي صح. شغال خلصت الB1 وبدأ هلا بشتغل تعمل يعني B2. لا ألت فليجا. ألت بفليجا بلشت تشتغل يعني. طب عظيم جدا. ألف مبروك. في عملة؟ فيها. طب عظيم. شو اليوم بدك تفطرنا على الخبرية؟ طبيخ مليح. مليحي. أي ساعدك تلحق تسوي مع سمنة وما سمنة أكيد وكباب. خلاص شي يوم نروح عند بهاء. يعني عيب 6 سنين بيطلع معي ولا مرة نجامله ونزوره مرة. والله بعدك بالفيدنج؟ بعد الفيدنج. بعد الفيدنج. يلا يا سيدي الله ييسر. الله يبارك فيك. نفوت بأسئلة برنامجنا؟ يا ميت أهلا وسهلا. بدي أسألك سؤال. تفضل. السؤال بيقول ما هو البلد الأكثر إنتاجا للشاي؟ كوريا؟ لا أنت قريب بهذيك المناطق. هو الشاي شو بيقولوا له الشاي؟ الشاي السيلاني. سيلاني. نسبة؟ الصين يعني؟ لا مش الصين. أنا أعطيك احتمالات. هل سيلان أم الهند أم كوريا الشمالية؟ سيلان. لأنه هو الشاي هو دائما هو شاي سيلاني ولكن سيلان هي جزيرة. شو تكون الإجابة الأقرب؟ الهند هي الإجابة الصحيحة. هو يطلق عليه شاي سيلاني ولكن سيلان هي جزيرة جنب الهند ولكن الهند هي أكبر دولة إنتاجا للشاي. وبتربح معي علبة شاي مقدمة من أبو شادي. هذا أبو ظرف يا معلم. لا بدك تربح معنا من عند ملحمة يوسف. نشكر ملحمة يوسف على دعم البرنامج. شركائنا للسنة السادسة على التوالي وانت يا بهاء كمان شريكنا للسنة السادسة على التوالي. بس إلي عتب عليك لا بتلايك ولا بكومنتار ولا تعليق ولا شيء. لا بالعكس والله فوت على تعليقاتنا غير في ما بشوف اسمك. حرك لي حالك. وجه رسالة للشعب للشباب اللي ممكن جديد جاء على ألمانيا. شو الشباب بنصح انه تعلموا اول شيء بداية مفتاح البلد هي اللغة وبعدين انطلقوا الى سوق العمل. ما حدا طلع معي اللي حكى نفس الكلام. يا جماعه الخير اللغه 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 والدراسه
وبهاء كل عام وانت بخير. يلا مستمرين في برنامجنا لهذه الليله ومعاي ضيف جديد احد الكوادر اللي بالمحل. عرفني بحالك. محمد السيد. سوري من فلسطين. سوري من فلسطين؟ كيف يعني سوري؟ فلسطيني سوري. الصيام عادي، الصيام مش مشكله. من اي مخيم؟ مخيم اليرموك. تحياتي لحبايبي باليرموك فردا ونفرا. كيف الشغل عند يوسف؟ والله خير شكل. مبسوط؟ الحمد لله رب العالمين. كيف معك هو؟ والله ما في منه. احكي تخافش. والله ما في انا بضهرك. نمبر 1 بالسوق. ساندك. نمبر 1 بالسوق المعلم يوسف. شو افطار كل يوم؟ بدنا نشوف شو بده يطبخ لنا المعلم، بس يعني ما بيقصر، على طول يسوي لنا فخاب مناسف ما شاء الله. ما شاء الله. طيب مختلفين لي لما يكون في فخاد. تكرم عم بشادي اليوم. بنيجي نسلخ لنا شي فخاد. بس مش فخاد جاي تجوز؟ لا والله. بتدور؟ ان شاء الله. شو المشكله؟ العملة هون تروح بدك تتجوز مثلا بدها 30,000 40,000. والله. شو بدي افتح شركة؟ والله ما بعرف. حكينا وصلنا بأكثر من حلقة في هذا الموسم. ارأفوا بالشباب وخذوهم فقراء يغنيكم الله. والله. يعني عم بيطلبوا مهور كثير عالي جدا. مهور كثير عالي. بدي أسألك سؤال. تفضل. والسؤال ما راح يكون صعب يعني. بالنسبة لمفطرات الصيام ممكن تعدد لي مفطرات الصيام او مبطلات الصيام؟ خلينا نحكي كمان. يعني شلون اللي بتبطل صيامك مثلا؟ الكفر حرام. حلو. عرفت؟ هلا حرام كمان مبطل. المفطر كمان اللي بفطر حرام. اللي بفطر يعني اللي باكل وبشرب قصدك؟ اللي باكل وبشرب يعني باكل على الشارع ناحي العالم ناحي رمضان كله حرام. بنافق بكذب. الإجابة صحيحة. بدك تربح معنا ان شاء الله تيكت طيران الى مخيم اليرموك ذهاب بدون اياب. تربح معنا من عند ملحمة يوسف قسيمة شرائية. وكل عام وانت بألف خير. مستمرين في برنامجنا لهذه الليلة ومعي ضيف جديد نتعرف عليك. معك أبو قدور من الحسكة من سوريا. اهلا وسهلا. انتوا اهل الحسكة شو مشهورين، شو الاكلات الدسمة عندكم برمضان؟ عندنا غاد الأمانة البجارية، هاي أكلة الثريد. حلو. طبعا خبز صاج عليها لحم مطبوخ. حلو. هاي تنأكل مثل ما تقول باليد. تخميس. تخميس قولتك. مع مرق. وبينوب أكلة البامية زاد، هي طبعا ديرية حسكاوية جزراوية القارة يعني. حلو. أبو قدورة لك كم سنة بالبلد؟ صار لي الحمد لله هين راح يصير لي 11 على التمام. ما شاء الله. وشو إنجازاتك؟ شو زبط وضعك؟ والله القارة الحمد لله أخذنا مثل ما قال مستوى اللغة يعني مشان بس نقدم على الجنسية والحمد لله خذيناها وشغالين من اول ما جينا على البلاد. الحمد لله. اشتغل هاوس تشنك، كل شيء عدا الكهرباء. كل شيء عدا الكهرباء. اشتغل بالهايمات يعني في باب عندي مخلوع بتظبط كله شباك طاير كله يتظبط ان شاء الله. حبيب القلب. اعلى بقدوره. نصيحه للشباب اللي راح يشوفنا، ممكن تعطيه نصيحه ان كان بيشوفنا من خارج البلد وجاء حابب يجي على اوروبا او جديد جاي على المانيا، شو بتعطيه نصيحه من تجربتك الشخصيه؟ طبعا بالنسبه للاخواننا اللي يجون على هالبلاد الغربه بلاد اوروبا، اهم شغله اللي يسوونها وينتبهون عليها هي يتعلمون اللغه، يكسبون مفتاح البلد. هذا دائما بنقول اللغه اهم من كل الامور الثانيه. يعني انا اليوم اجاني عندي شغل اكسب بيه براني، اكسب اللي هو يعني نحكي على بساطه احمدي، فبعد مفتاح اللغه ما بهالبلد هاي. لا تثبت وجودك وبدك تعيش حياه مستقبليه هين زين، فلازم تتعلم اللغه. بدنا نفوت باسئلتنا وبدي أسألك سؤال قد يكون بالنسبة لك سهل أو قد يكون صعب. سامع بشيء اسمه الأرملة السوداء؟ الأرملة السوداء هو نوع من أنواع شو؟ للأمانة ماني قارئ عليه ولا معدي عليه، بس يمكن إذا شو يمكن شو يعني نحن نعرف سالفة كلمة أرملة يعني إنه هي المرأة اللي قالها بس هاي هل الأرملة السوداء هل هي من أنواع الجوارح، العناكب، الأفاعي؟ العناكب يعني عنكبوت نعم. هي الأرملة السوداء. هلا أنت السؤال جديد عليك. الأرملة السوداء هي من فئة العناكب، من نوع العناكب. تعرف ليش سميت بالأرملة السوداء؟ لأنها تقوم بقتل زوجها بعد الجماع. بتجوزها مشان وبتسممه يا معلم وبتموته، تغذي على سلالته خالص. أيوة، فهي تسمى الأرملة السوداء. وبتربح معنا جائزة مقدمة من ملحمة يوسف. بنشكر ملحمة يوسف على دعم البرنامج والشباب معنا للسنة السادسة على التوالي. الله يجزاكم الخير ورمضان مبارك عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية، ونعاد إن شاء الله على الجميع بالصحة والعافية. وفي هذه الأجواء الجميلة جدا في ملحمة يوسف بنوصل لنهاية حلقة هذه الليلة، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم الغد في حلقة جديدة من برنامج المسابقات الرمضانية الشعبي الأول. اربح معنا على منصات برلين بتحكي عربي. وأبو شهادي بحييكم من بين هالميمعة وأزمة المشتريات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.